تعالي بقى نعمل احلى حلا بارد، طعمه رهيب وجميل جدا، ساقع في نفس الوقت، وطعمه كده رطب على القلب في الحر ده. جميل جدا ومقادير بسيطة. واي حاجة بواقي كيك متبقية عندك اوعي ترميها، او تشتري من بره قالب كيك. بس هقولك ما تشتريش من بره لان هو هيبقى كتير، هيبقى مكلفة. هنعمل احنا مع بعض الكريم شانتيه. حطيت كوباية من الكريمة، وحطيت كوباية وربع من اللبن المثلج. عايز تحطي مية حطي، بس خليها كده غنية. حطي كوباية وربع من اللبن، تكون متلجة حطها في الفريزر. معلقتين من السكر، ما تكتريش السكر عشان تبقى طعمها حلو قوي ومظبوط. واللي ياخد طبق ممكن ياخد طبق التاني. هضرب طبعا الكريم شانتيه لغايه ما يديني الفوليوم اللي انا عايزاه، زي ما انتم شايفين كده يعمل منقار معايا. يبقى كده تمام، الكريم شانتيه بتاعي جاهز. كنت طبعا انا عندي عصير من المانجا، تمام. او عندك تشتري مانجا، او عندك مانجا متفرزه، تعملي كده شويه عصير وتحطي آه شويه من عصير المانجا، تمام. وتضربي بيها، تضربيها مع الكريم شانتيه، تديني طعم حلو قوي. وكمان هتديني لون كده، برضو تغير لون الكريم شانتيه. اللي عايزه تغمقي اللون ممكن تضيفي مانجا زياده. طبعا انا فاكرين الفيديو اللي انا نزلته امبارح بتاع الكيك اللي انا عملته، كنت عامله قالبين وقلت لكم انا هشيل قالب من الكيك عشان هعمل بيه حاجه. هي دي الحاجه اللي انا كنت عايزه اعملها. هنا عندي باكو من الجيلي المانجا. حطيت نص كوبايه من الميه السخنه تكون مغليه من الكتل، وهنزل عليها بعد ما اقلب كويس جدا الجيلي بتاعي لغايه ما السكر يدوب خالص. وبعد كده مش هحط له سكر ولا اي حاجه لغايه ما الجيلي بتاعي يدوب. حبيبات الجيلي تدوب خالص، هنزل بنص كوبايه من الميه الساقعة أو كوباية، على حسب ما انت تكوني عايزاه يكون تقيل معاكي أو يكون خفيف. أنا مش هحتاج كل الجيلي ده، أنا هاخد طبقة خفيفة جدا هحطها على الوش القالب بتاعي. مش عايزة كل ده، تمام. أنا عندي بقى قطعت القالب اللي أنا شلته لشرايح كده، وهحطها في قالب. لازم يكون قالب شفاف عشان يبان معايا الحالة اللي أنا هعمله يكون شكله حلو وجميل. عايزه تعمليها في كاسات، انا عملت القالب ده وعملت كمان كاسات، بس بصراحه الكاسات ما صورتهاش. كان جالي ضيوف على غفله وما كنتش لسه محضره اي حاجه. دخلت بسرعه عملت الحلا ده وقدمته لهم. الصينيه ما رجعش منها ولا معلقه. بجد طعمها حلو جدا وعجبهم، واللي ما بيحبش المانجا اكل منها طبق واتنين. بجد حلوه قوي، جربوها. انا سقيت هنا طبقات الكيكه بعصير المانجا، وحطيت قطع مانجا كده على طبقة الكيكة بتاعتي. وبعد كده هنزل بقى بالكريمة اللي احنا ضربناها طبعا لغاية ما ترصي الكيك بتاعك في القالب وتسقيه، وتحطي قطع المانجا حطيه في الفريزر او في التلاجة عشان الجو حر جدا، عشان ما يسيحش معاكي. تمام كده. انا كده هحط بقى المانجا، وطلعت هنا الكريم شانتيه بتاعي وحطيته في كيس حلواني عشان يبقى سهل معايا. وهدي بقى طبقة من الكريمة بتاعتي على طبقة الكيك بتاعي لغاية ما اغطي الكيك كله بطبقة الكريمة. سهلة جدا وبسيطة. بسباتولا بقى بمعلقة، بظهر معلقة كده هساوي كده عندي الكريمة بتاعتي. وبعد كده هنزل بقى بقطع من المانجا اكون مقطعاها قطع صغيرة، وانزلها كده على، نزلتها على آه طبقة الكريمة. انا طبعا مش عايزة املاها قوي لان انا حاطة طبعا في الطبقة اللي تحت اللي قبل الكريمة قطع مانجا. نزلت بطبقة خفيفة من جيل المانجا على الوش كده. وكده عايزة تعملي طبقة سميكة حطي الجيلي كله اللي احنا عملناه. انا عايزة طبقة خفيفة جدا زي ما انتم شايفين. طعمه رهيب جدا بجد، جربوه. ولو لسه مكملين معايا لغايه دلوقتي اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو لاصحابكم عشان يستفادوا بيه. ولو انتوا شايفين ان انا بقدم محتوى كويس، اتمنى تعملوا لي متابعه للصفحه وتكتبوا لي تعليق حلو منكم. واتمنى تكونوا بتجربوا الوصفات اللي انا بنزلها، واكون سعيده جدا لو نزلت